اتجوز رقاصة مشهورة، مات هو وابنه بنفس الطريقة في رمضان بعد السحور. النهاردة هكلمكم عن صندوق أسرار كمال الشناوي. اسمه بالكامل محمد كمال الشناوي، من مواليد 1921، مصر الهوية. اتولد في السودان علشان والده كان بيشتغل هناك. عاش مرحلة الطفولة في السودان ورجع على مصر في مرحلة الابتدائية في المنصورة، وبدأ حبه للتمثيل وهو صغير. كان عنده هوية الموسيقى والغنى، وبعد ما خلص المرحلة التعليمية رجع وعاش في محافظة القاهرة، وتحديدا في منطقة السيدة زينب. التحق في المعهد العالي للمعلمين، وبعد ما خلص اتعين مدرس تربية فنية في اسكندرية. قعد هناك 5 سنين، وبعد كده انتقل أسيوط وقعد 4 سنين، ورجع القاهرة تاني علشان يكمل مسيرته في التعليم. وكان كل اللي في دماغه التمثيل، وتقدم في حاجة اسمها الهواة في الإذاعة. كان موجود فيها عبد المنعم مدبولي وفريد شوقي، وفي واحد اتعرف عليه في أسيوط كان قاضي أخو المخرج نيازي مصطفى. اتقابلوا صدفة على القهوة وهم قاعدين، اتصل بيه وقال له في واحد صديقي عايز يخش مجال الفن، ومن هنا اتعرف بيه. وأول فيلم قدمه هو عيني حرب، عمله عام 1947. اتعرف برضو على الرقاصة هاجر حمدي في الفيلم. عجبته في الثقافة اللي فيه علشان هي كانت عندها مكتبة كبيرة ببيتها، وهي كمان كانت معجبة بيه في نفس الوقت. كان متعرف في نفس الوقت على أخت شادية عفاف شاكر، ومش عارف ومتردد يختار ما بين الرقاصة هاجر حمدي ولا عفاف شاكر، وقرر في الآخر بعد كده يبتعد عن الاتنين. وفي مرة اتقابلوا هو وعفاف شاكر، اتقابلوا في أحد الأماكن، وكان باباها ومامتها كانوا هناك. شافوهم وهم بيضحكوا بصوت عالي، فراح ابوها مزعقله، فقال له انت فهمتني غلط، انا قصدي شريف وكنت عايزه اتجوزها، واتجوزها بالفعل لانقاذ الموقف، لدرجه ان هي كانت بتغير من اختها شاديه، وكانت بتغير عليه قوي، فقرروا الانفصال عن بعض. المهم، المنتجين والمخرجين كانوا بيتنافسوا عليه لدرجة ان مفيش حد بيعمل الادوار غيره هو وانور وجدي. وفي مرة كان بيصور فيلم من افلامه، وبيرفع على سماعة التليفون لقى الخط مرتبط بالمخرج بغرفة تانية، وكان بيتكلم مع شخص تاني ما يعرفش هو مين. وبعد كده عرف ان هو كان بيتكلم مع انور وجدي، كان بيقوله انت جايب ولد من الشارع تعمله نجم. وهو اتضايق جدا، وجاله الصحفيين يسألوه وبيقولوله ايه رأيك في انور وجدي. قال لهم انور وجدي كبر خلاص، ما بيعرفش يعمل ادوار الشباب، وطلع له كرش قدامه قد كده. قابله انور وجدي وبيقول له انت بتقول عليا كذا وكذا، وبتقول عليا ممثل فاشل، كل ده ما تتكلمش عن كرشي، ما شفتش الفقر والجوع اللي شفته. المهم، الزوجة التانية الرقاصة هاجر حمدي عرض عليها الجواز بس بشرط تبطل الرقص في الكباريهات. قالت له برضه انا عندي شرط، ارقص في السينما بس. وافق وعمل لها فيلم من انتاجه، وكانت هي البطلة. خلى اسمها الاول وهو اسمه التاني في الفيلم، كانت اسمه المعلم بلبل. الفيلم نجح جدا، وبعد شوية خلفوا ابنهم محمد، وقعدت في البيت في الأول، وبعد كده شافت صور هو وطليقته عفاف شاكر أخت شادية. جت في يوم قالت له أنا مش هقعد في البيت تاني علشان المخرجين والمنتجين هينسوني، وعاوزة أرجع للرقص تاني. انفصلوا بعدها، وبعد ابنه ما كبر اتجوز بنت عمه عبد القادر الشناوي أخوه، وكان متجوز أخت عبد الحليم حافظ. الفرح بتاع ابنه اتعمل في بيت عبد الحليم حافظ. المهم، وهو في أحد الندوات الجامعة الأمريكية اتعرف على واحدة أعجب بيها قوي، اسمها زينب حسن الدجوي. ما كانش يعرف هي بتاعة هيئة التدريس ولا ايه، وسأل عليها لقاها فعلا بتاعة هيئة التدريس، وبالفعل اتجوزها، وكانت مشهورة باسم زيزي. خلف منها ابنه علاء، وبعد ما كبر أصبح مهندس، وهو والد الصاعد عمر الشناوي. الشاب هو حفيده. اتجوز في نفس الوقت من ناهد الشريف، وهي الزوجة الرابعة، وكانت متجوز من زيزي الجدو، وكان ناهد بتحبه جدا، بس الجواز ده كان في السر. قعدوا مع بعض 6 سنين ومكانش حد يعرف. انفصلوا علشان هي كانت عايزة تعلن الجواز، وكانت متخيلة ان هو هيوافق، لكن هو رفض. وبعد شوية انفصل عن زيز، ومن هنا اتجوز الجوازة الخامسة. اتعرف عليها في مهرجان دمشق، وهي كانت سورية اسمها سمر نصري. عاشوا مع بعض لحد آخر يوم في عمره. وفي 2009
حصل له صدمة لأنه ابنه علاء مات، اللي هو والد الفنان الصاعد الشاب عمر الشناوي، يوم من الأيام في رمضان في 2009. دخل قبل السحور علشان ينام، وبيصحوا فيه علشان السحور لقوه متوفي. زعل عليه جدا لأنهم كانوا متفقين إن هما يطلعوا الحج مع بعض، وفي نفس السنة اللي توفي فيها ابنه وأقل من سنتين، في يوم 22/8/2011 اتوفى برضه في رمضان بنفس وفاة ابنه بعد السحور. وهما بيصحوا لقوه متوفي، وكان في أيامه الأخيرة كان مريض وقاعد على كرسي متحرك. ادعوله بالرحمة والمغفرة.